وبرضه بنبدأ سنة جديدة بقرار جديد جاي علينا فيه. مساء الخير. شفت النهارده خطاب للرئيس السيسي اللي قال فيه ان اللي هيتجوز هيدفع مبلغ لصندوق الاسره، وقال ما دام انتم قادرين على مصاريف الجواز يبقى هنقدر ندفع، وكمان المبلغ صغير يعني مش هيقصر. وضحك اجمل ضحكه في الكون وقال مش بتعملوا فرح بقد كده؟ ادفعوا بقى، هي جت على دي. تمام. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه صغيره قد كده بالنسبه لك انت، يعني انت يوم ما بتنزل قرار للشعب كله، تمام، والقرار بيتطبق على الشعب كله، جميل. طب حضرتك ناسي ان الشعب مش كله واحد اصلا؟ حضرتك ناسي ان في فقير وفي غني وفي متوسط وفي تحت المتوسط وفي صفر وفي تحت الصفر؟ لا حضرتك ما اظنش ان انت ناسي حاجه زي كده. طب لما حضرتك مش ناسي حاجه زي كده، ليه القرارات دي بتنزل على الكل؟ او ليه القرارات دي بتنزل اصلا؟ حضرتك بتقول ادفعوا، ما انتوا بتعملوا افراح بقد كده. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اللي بيعملوا افراح بقد كده وبيجيبوا دهب بالجرامات وبالالافات مش احنا، دول ناس تانية خالص مش تبعنا، احنا من كوكب تاني. احنا يا دوبك علينا الدبلة والمحبس اللي بنجيبهم، ولو اتجابوا اصلا، ويا دوبك علينا الكام كرسي اللي تحت البيت والكام شخص اللي بيجوا عشان يفرحوا العريس اللي هو بيضحك في وشهم بس من جواه مقهور على الديون اللي هو داخل وسايبها متلتله وراه، اللي هو اصلا بيتجوز بالقسط. وفي كلامك معاني كتير، وفي كلامك اكنك بتقول لنا انا بحلل لكم الفجور، انا بحلل لكم الحرام. انت تعرف احنا بنعمل ايه عشان نحاول نجيب شقه اصلا؟ ودي لو جت، انت عارف احنا بنتعب قد ايه عشان نوصل اصلا لمرحله الجواز؟ مفيش حاجه بقت سهله، وكله بسببك وبسبب افكارك. ليه تيجي على الشباب الغلبان وانت ممكن تلم مليارات من رجال الاعمال؟ يا ريس احنا الشباب الغلبان، يا ريس انت المفروض تقف معانا، يا ريس انت ليه عايزنا نبدا برضو سنه جديده بحاجه سودة؟ يا ريس انا لو فضلت اقول لك ليه، او الشعب كله يقول لك ليه، مش هنسكت. وبرضو بنبدا سنه جديده بقرار جديد جاي علينا فيه. كده كتير، احنا كده مش مستحملين حاجه. انا شاب مصري وبوصل لك رسالتي، ويا ريت توصل لك، ويا ريت حضرتك تتفهم الموقف وما تاخدش الموقف من جهه تانية اللي معظم الناس بتخاف تتكلم بسببه. بس خلاص احنا كده ما بقيناش عايشين، احنا في حكم الميتين. احنا مستحملين غلب ومستحملين غلا ومستحملين حاجات احنا المفروض ما نستحملهاش، وبنصبر وبنقول بكره احلى، وبنعشم نفسينا بحاجات ما بتجيش، بل بالعكس ده بيجي اسخن منها. انا قلت رسالتي وتوكلت على الله، ولا انا الله. انا قلت رسالتي وتوكلت على الله، ولا انا الله. ولا انا الله.